6 ابريل الناس اللي اتقال عليها شهداء بجد. الشعب يريد حرية الرئيس. يا تحرير يا تحرير يا تحرير يا تحرير، مبارك طول عمره كبير، مبارك طول عمره كبير. احنا كلنا جايين النهارده علشان مبدأ واحد، إذا كنتم بتنادي بالعدالة والحرية فمن حرية حقوق الإنسان إن راجل أفنى من عمره 62 سنة حرام إن هو يتحاكم. مش معنى كلامنا ده إن احنا بنقول إن ما بنحاكمش رموز الفساد، أي حد أخطأ يتحاكم بس نشفع له مرضه، شفع سجل عسكري. الراجل ده ادانا 62 سنة من عمره، ما ينفعش يحصل اللي هو فيه. ما حدش يرضى على والده ويحصل اللي هو فيه دلوقتي. احنا مش عدد محدود جدا، احنا الاغلبيه الصامته اللي ترفض الاهانه. اي حد سواء كان مؤيد او معارض بيرفض ان الكبير يتهان. جينا علشان نعيد للشعب المصري اخلاقه اللي نسيها بسبب الثوار اللي بيهونوا الرموز بتاعتهم. احنا هنفضل نقول للعالم العربي والعالم الغربي كله ان الرئيس محمد حسني مبارك هو قائد القوات المسلحه، وان احنا هنرفض اي اهانه ليه ونرفض محاكمته بالاسلوب المهين ده. وبنقول للشعب المصري كله احنا اولاد حسني مبارك، ويشرفنا ان احنا اولاد حسني مبارك، وهنفضل ندافع عنه قدام كل الاعلام العربي والغربي، وحسبي الله ونعم الوكيل. لان الاعلام المصري باع نفسه وبيسجد للثوره، مش بينادي بالديمقراطيه، قلب الناس لقايمه سوداء وقايمه بيضاء. دي مش ديمقراطيه، ده استعباد واستعمار. احنا دلوقتي مصر استعبدت واستعمرت من جوه مصر.